وأخرج الإمام أحمد كذلك من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بغيت الأخوات، بغيت العيالات، بغيت الأمهات، بغيت الشابات اتصنتوا لهذا الحديث. هذا الحديث أنا كنعطيه لكم هدية، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي تنفع به اللي غادي يسمعوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. 4 الحوايج، 4 إلا درتيهم وحافظتي عليهم وبقيتي شادة فيهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لك الجنة. شكون اللي ما بغاش الجنة؟ شكون اللي قد على العذاب ديال الله؟ شكون اللي قد على عذاب القبر؟ شكون اللي قد على الجليس النتن القبيح ريحته خايبة؟ شكون اللي قد أن القبر يتزير عليه يتهرسوا ليه ضلوعه؟ شكون اللي قد على الظلمات ديال الصراط؟ شكون اللي قد على الحرارة ديال جهنم؟ ها هي الجنة في دارك جالسة. في هادشي كلشي غير في الدار، مازال ما تفوتيش العتبة ديال الدار. 4 الحوايج، 4 الأعمال باش تعرفوا النساء باللي الله تبارك وتعالى خفف عليكم. إذا صلت المرأة خمسها، تصلي 5 الصلوات ديالك، ما فرضش عليك الله الجمعة وما فرضش عليك صلاة الجماعة، صلي في دارك. والأيام اللي عندك دم الحيض والنفاس راه ما كتصليش، تا الشهر ما كاملش عندك في الصلاة وماشي مشكل، لكن صلي 5 الصلوات ديالك. الله يرضي عليك الوالدة، الله يرضي عليكم الأخوات والمؤمنات والصالحات. نوضوا من قدام هذاك المسخ اللي كتفرجوا فيه. بركة من الأفلام، بركة من المسلسلات، بركة من الباطل. راه عينيكم غادي يشهدوا عليكم يوم القيامة، راه ودنيكم غادي يشهدوا عليكم يوم القيامة. اتقوا الله، شدوا القنوات الطيبة النافعة، قراوا القرآن، تهلاو في رجالتكم، تهلاو في وليداتكم، تهلاو في عائلتكم، صليوا الصلوات. واش المرأة جالسة ما مصلية الظهر، ما مصلية المغرب، ما مصلية العشاء، وكتقول لك عندي المشاكل في الدار، الراجل تبدل عليا غير كيغوت، راه غادي يسلطوا عليك الله بفعيلك. راه اللي ضيع الصلاة راه ضاعتيه الحياة تاعو كاملة. نتوضا ونلبس الجلابه ديالي والزيف ديالي، الله اكبر، ونصلي وندعي مع با وندعي مع امي وندعي مع راجلي وندعي مع خوتي وندعي مع اولادي وندعي مع المسلمين كاملين. اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها، شهر رمضان عندك الصيام، الاداء والقضاء، كتصومي الصيام وكتقضي داكشي اللي خصك الى خرج رمضان، لا بد باش يكمل عندك الشهر. واحد العدد ديال العيالات، وحده هاد الايامات عيطت لي سولاتني قالت لي راه ملي بلغت ما عمرني عاودت رمضان، شي 20 عام دابا عندي ما عمري عاودت رمضان، اش غندير؟ مشكله. واش هاد الناس ما فاهمينش ولا ما عارفينش؟ طلبوا الله يصلح الاحوال. خص تحسب كاع دوك العيمان ل 20 عام وتشوف شحال كتجي العاده الشهريه، مثلا 6 ايام وتضربها في 20، 120 يوم، وتصومهم مفرقين، لا بد خصك تصومهم وتستغفر الله، وإلا فدات على كل نهار راه مزيان تخرج الفدية. إذا صام، لا بد تصوم المرأة الشهر ديالها. بعض النساء دم الحيض تقطع منها قبل الفجر، هي مع 3 ما بقاتش حائض، ونعست حتى 7 الصباح تفاقت، ما عرفت هي دم الحيض امتى انقطع، كتاكل ذاك النهار ما كتغسل حتى الغد ليه 3 ايام ضرباتهم طول العرض، دخلت فيهم بحال الكار. وراقبوا الطهارة ديالكم، تعلموا احكام الاغتسال، تعلموا احكام الحيض، تعلموا احكام الاستحاضة، تعلموا هذه الامور باش تعرفوا دير. راه كاين اللي كيجمع مرته حائض بحال الحلوف، غيجي معنا هادشي في المعاشره الزوجيه، المراه ما عارفه واش حائض واش طاهر واش نجس، اشنا هي الاستحاضه، اشنا هي القدره، اشنا هي الصفره. بنادم مسخ ما تيغسل ما تيدوش ومقدم بحال الحلوف وتيقول لك ما عرفتش راجلي مالو. راه هذا الراجل ما تسطى لا باس الا ما حمق، ما حيلتو العفن ديال الافكار ديالك، ما حيلتو العفن ديال الجسد، ما حيلتو المصيبه، ما حيلتو الروين، ما حيلتو برا المشاكل. اتقوا الله في الازواج ديالكم. وصامت شهرها وحفظت فرجها. المرأة الشريفة العفيفة ما كاينش،
لا تعرف الزنا ولا تعرف مقدمات، لأن الزنا والفساد ما كيجيش وكيطيح من السماء، لا، كيبدا بنظرة، تيبدا بالهضرة، تيبدا بالضحك والابتسامة، تيبدا بكذا شوية حتى كنوقعوا في الحرام. سدي عليك هذاك الباب ويتخرجي خرجي مستورة. شي واحد ماشي من عائلتك، ماشي من المحارم ديالك، يعطيك اتساع، ما تكثريش عليك الصداع، التليفون ردي منه البال، حافظي على الفرج ديالك، كوني شريفة ما تكونيش رخيصة. كثرت الخيانة الزوجية في زماننا، لا من الرجال ولا من العيالات، كثر هذا الشيء بزاف. وليتي كتسمع الخيانة هنا، الخيانة هنا، الخيانة هنا، الفساد هنا، الفساد هنا. الناس اللي بعقولهم اللي كبار 40 عام و45 و50 عام يلا بغاو يلعبوا، يلا بغاو يتفلاو. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها. شوفوا الله يرضي عليكم، طاعة الزوج فين كاينة؟ كاينة مع الصلاة اللي هو ركن من أركان الإسلام، كاينة مع الصوم اللي هو ركن من أركان الإسلام، وكاينة مع حفظ الفرج اللي هو من القواعد الخمس الكلية في الدين الإسلامي، الضروريات الخمس. بمعنى طاعة الزوج راه ما سهلاش. شوف فين طلع الله، فين دارها، قربها للصلاة وقربها للصوم وقربها لحفظ الفرج. بمعنى طاعة الزوج مهمة ضرورية. إلى تحققوا فيك هذه الأوصاف الأربعة، كل حاجة فيها الربع. صليتي ها أنت عندك ربع خبزة، صمتي ها أنت عندك النص ديال الخبزة، حافظتي على الفرج ديالك عندك الربع الآخر، تعطي الزوج ديالك أنت ربحتي خبزة كاملة. الجنة من أي الأبواب شئت، الباب اللي يعجبك ادخلي منه. الجنة عندها 8 الأبواب. قال العلماء: ما معنى قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت؟ أي أنها تدخل مع الأولين. أول فوج غيدخل الجنة غتكوني معاهم انتيا. اش درتي؟ كتصلي الصلاة ديالك، كتصومي رمضان ديالك، محافظة على الشرف ديالك، وكطيعي الزوج ديالك. 4 هاد الحوايج. ديري غير هاد الربعة، ديري هاد الربعة، والله الذي لا إله غيره الجنة إن شاء الله مضمونة لك. حافظي على الصلاة ديالك، صومي رمضان ديالك، حافظي على الشرف ديالك، وطهلي في رجلك، ما غاديش يخيبك الله. أبواب الجنة 8 تفتح لك، وكتدخلي مع الأولين، مع السابقين. قال العلماء: حتى إلا عندك شي ذنوب ولا عندك شي معاصي، طاعة الزوج كتغطي لك هذوك المعاصي. فاش تعطي الراجل ديالك وسمعتي كلامه وصبرتي عليه وتعاونتي معاه وسترتي العيوب ديالو وساعفتي معاه، هذاك العمل اللي درتي لوجه الله كيغطي لك هذوك السيئات. بعض العيالات تيقول لك: ودي ماله هو دار. لا، انت ديري داكشي اللي عليك وادعي ليه الله يهديه. ماشي حيت هو فسد حتى انا غنخرج نفسد، ماشي حيت هو مثلا دار شي معصيه انا غندير بحالو، ماشي حيت ما عطانيش حتى انا ما نعطيش. لا، انت تعاملي مع راجلك لله، يكون الله هو اللي بيناتكم. ولا قدرتي من قلبك تسمحي ليه وتجاوزي عليه افضل. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الابواب ديال الجنه 8 كتفتح لك وتدخلي الجنه. كذلك